السلام عليكم، كي دايرين؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نقترح عليكم اقتراحات سوب وعصير وكيش كيجيو واعرين بزاف كفكره للفطور رمضان. كما كتعرفوا رمضان على الابواب، الله يدخل علينا وعليكم بالصحه والسلام وباش ما تمنيتوا ان شاء الله. وما تنساوش تخليوا لي واحد التعليق وكومونتير، واللي جديد دخل القناه يتابونا معنا باش دائما توصلوا بجديد الوصفات. اول حاجه غادي نبداو بها، كناخذوا شي طنجره اولا كوكوط، كنديروا زيت الزيتون. الا خلطتوا ما بين زيت الزيتون والزبده راه كيعطيكم واحد المذاق اللي زوين بزاف لا سوب ديالكم. هنا خديت واحد الحبه كبيره ديال الشيفلور، قطعتها وغسلتها مزيان، ضفتها وضفت واحد شويه ديال البورو. الا ما عندكمش ديروا البصله. غادي نضيف كذلك واحد الحبه كبيره ديال البطاطا اللي حتى هي قطعتها مربعات، شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، وغادي ندير شويه ديال الثوم بودغ. الا ما كانش عندكم الثوم بودغ ديروا واحد 4 الفصوص ديال الثومه صافي. وقليو ليا ديك الخضره مزيان في ديك زيت الزيتون. كما قلت لكم راه الا خلطتوهم مع الزبده راه كيعطي واحد المذاق مختلف وبنين بزاف. انا ما كانتش متوفره عندي. هنا غادي نضيف واحد شويه ديال الماء اللي يكون غليان، تقريبا واحد لتر ديال الماء، وغادي نسد كوكوط وغادي نخلي ديك الخضره طيب تقريبا واحد 15 دقيقه. المقله غادي نديرو فيها شويه ديال زيت الزيتون، وغادي ندير واحد البصله اللي تكون متوسطه قطعتها مربعات اللي يكونوا صغار. غادي نحاول نقلي ديك البصله مزيان. الا كان عندكم البرو غيجي زوين ولذيذ بزاف في هذا الكيش هذا. درت شويه ديال لاداند اللي قطعته حتى هو مربعات اللي يكونوا صغار. اللي ما كيعجبوش لاداند يدير الصدر ديال الدجاج اولا مثلا كروفيت، حتى هو راه كيجي بنين بزاف بهذه الطريقه هذه. غادي نقلي داك لاداند شويه. من بعد غادي نضيف واحد شويه ديال الشامبينيون. انا استعملت شامبينيون طري. الا ما كانش عندكم شامبينيون طري استعملوا شامبينيون معلب اولا تقدروا كاع تستغناو عليه، ماشي مشكل. ضفت شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار، وقليو ديك الحشوه مزيان حتى كتنشف من الماء تماما، ما تبقاش فيها ولا قطره ديال الماء. وغادي نخليها على جنب باش تبرد. بالنسبه للعجينه ديال الكيش كناخذوا بول غادي ندير فيه 250 غرام ديال الدقيق، 125 غرام ديال الزبده من اصل حيواني كتبنن بزاف العجينه. الا ما كانتش متوفره عندكم زبده سبيسيال ديروا الزبده النباتيه، شويه ديال الملح وشويه ديال البزار، معلقه صغيره ديال الموطاغ، شويه ديال الثوم بودغ. الا ما كانش متوفر عندكم ديروا حكوا واحد الضرس ديال الثومه صغير. غادي نضيف كذلك واحد شويه ديال الفخوماج ديال العظام حتى هو كيبنن العجينه. الا ما كانش عندكم ماشي ضروري. رملوا لي دوك المكونات كاملين مزيان حتى كيترمل داك الدقيق والزبده. من بعد كناخذوا بيضه اللي تكون كبيره، وغادي نجمعوا بها داك العجين ديالنا. الا ما كفاتكمش بيضه كتزيدوا شويه ديال الحليب اولا شويه ديال الماء اللي يكون بارد ما يكونش سخون. العجين حاولوا تجمعوه غير باطراف الاصابع، ما تعجنوش، لان لاباط ديال الكيش راه ما كتعجنش غير كتجمع. منين تجمعوها خليوها ترتاح في الثلاجه تقريبا واحد 15 دقيقه عاد خدموا بها. انا خديت بابي كويسون، درتو من التحت، من بعد حطيت العجينه ودرت عاوتاني بابي كويسون من الفوق. وغادي نطلقو مزيان فوق داك بابي كويسون حتى نحصلوا على عجينه اللي تكون رقيقه، ما تكونش رقيقه بزاف باش ما تحرقش لكم في الفران، وما تكونش غليظه لانها الا كانت غليظه ما غاديش يجي الكيش ديالكم زوين. خذوا المول ديالكم اللي غادي ديروا فيه الكيش، الا عندكم هذا اولا الا عندكم ديال الزاج اللي كتفضلوا نتوما، اولا تقدروا ديروا لي كيش هكا يكونوا صغار. كتاخذوا ديك العجينه كتحطوها فوق المول بهذا الشكل هذا، وكتشكلوها على الشكل ديال المول ديالكم. حاولوا دائما تفرغوا داك الهواء اللي تيكون في الجنب ديال العجينه، وحاولوا تضغطوا على الجوانب باش العجينه تشد لكم الفورمه ديال المول وما تجيكمش معوجه فاش تدخلوها طيب في الفران. انا كنضغط عليها باطراف الاصابع ديالي من الجناب. ضروري توركم مزيان باش تلصق لكم العجينه ديالكم على المول ديالكم كامل. هنا خديت موس غنحاول نحيد دوك الزوائد ديال العجين بالظهر ديال الموس، راه دغيا كيتكرطو الموس على الظهر ديالو، وكتبداو كدوروا في المول ديالكم وكتحيدوا داك الفائض ديال العجين. بالنسبه لديك العجينه اللي كتبقى لكم ما تضيعوهاش، صايبوا منها كيش اخر اولا صايبوا منها اللي كيش هكا يكونوا صغار وخليهم في الفريغو وقت ما بغيتوهم كتجبدوهم. خديت فوغشاط غادي نتك ديك العجينه مزيان باش ما تنفخش ليا في الفران، وغادي ندخلها للفران اللي مسخن على 200 درجه حتى كتشمع ليا ديك العجينه، ومن بعد نخرجوها باش نكملوا طريقه التحضير. بالنسبه لاباغايا كيش غادي نحتاج فيها جوج ديال البيضات اللي يكونوا بدرجه حراره الغرفه، شويه ديال الملحه
شويه ديال الفلفل الاسود اولا البزار، وغادي نضيف واحد شويه ديال القشطه الطريه، تقريبا نص كاس. الا ما كانش متوفر عندكم القشطه الطريه عوضوه بياغورت مسوس، شويه ديال الفرomاج ديال العظام، وكتخلطوا ديك لاباغايا كيش مزيان وكتخليوها على جنب. لاباط ديال الكيش خرجتها من الفران تقريبا راه بدات كتحمر، ما تخليوهاش تتحمر وطيب، غير تبدا تذهب وخرجوها. الحشوه ديالي راه بردات، سرحتها فوق العجينه ديال الكيش، ومن بعد غادي نضيف ديك لاباغايا كيش من فوق من الفوق. غادي نصبها بهذا الشكل هذا على الكيش ديالي كامل، حاولوا ما تخليو حتى شي بلاصه تكون خاويه، صبوه مزيان من الفوق. ومن بعد غادي نديرو واحد شويه ديال الفخوماج ديال العظام اولا الفرماج حمر من الفوق. الا ما كانش متوفر عندكم ماشي مشكل، الا عندكم فخوماج ديال الموتزاريلا تقدروا تخلطوه مع العظام، اولا تقدروا ديروا الموتزاريلا كيعطي مذاق زوين، وفي نفس الوقت كيعطيكم ديك التحميره اللي كتجي من الفوق كيش كتجي زوينه بزاف. دخلته الفران تقريبا على 200 درجه، شويه شاعله من الفوق ومن التحت حتى يتحمر ويطيب. بالنسبه لهذا العصير هذا عصير صحي واكثر من رائع، غادي ينفعكم بزاف في الشهر الفاضل، خصوصا في السحور. خذوا حبه ديال لافوكا، نقيوها، من بعد كتاخذوا الخلاط الكهربائي ديالكم، كديروا ديك الحبه ديال لافوكا كامله. درت شويه ديال الكركاع وشويه ديال اللوز، غير واحد المعلقه كبيره. درت كذلك واحد 5 ديال التمرات وشويه ديال الزبيب، وهنا عندي ايترو ديال الحليب، غادي ندير نص ايترو حتى نطحن كلشي مزيان، ومن بعد نضيف الكميه اللي بقات عندي. غادي نطحن كلشي مزيان تقريبا واحد 4 حتى 5 ديال الدقائق، نتاكد بلي ان المكونات كلهم تخلطوا ليا. من بعد غادي نضيف داك نصف الليتر الاخر اللي بقى عندي. بالنسبه للسكر تقدروا تحليو، انا اكتفيت غير بالحلاوه ديال التمر، واللي بغى يضيف شي شويه ديال العسل اولا شويه ديال السكر كيبقى حور، داكشي كيبقى اختياري. العصير ديالنا واجد، غادي نصبوه في الكاس، تقدروا تصفيوه من دوك القشور ديال التمر الا بغيتو، انا ما صفيتوش. بالنسبه لاصوب ديالنا ها هي راه تقريبا طابت، الخضر كلها وجدت. ضفت ليها 2 مربعات ديال الجبن وشويه ديال القشطه الطريه. الا ما عندكمش القشطه الطريه ديروا ياغورت بدون سكر طبيعي، شويه ديال المعدنوس، وغادي ندير واحد شويه ديال الفرماج ديال العظام، حتى هو راه كيبنن لاصوب ديالكم مزيان. بالنسبه للملحه تقدروا تضيفوا الملحه على حسب الذوق ديالكم نتوما، ذوقوا شوفوا الا خاصكم ملحه زيدوا الملحه. وتقدروا هاد لاصوب هادي تضيفوا ليها واحد 100 غرام ديال الكروفات. تقدروا كذلك تضيفوا لها صدر ديال الدجاج صوتي وشويه ديال الزبده مع شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار. الا بغيتو هكا يكونوا فيها طروفه ديال اللحم، صافي وكتصبوها في اي حاجه وكتقدموها، راه كتجي لذيذه بزاف. الا جربتوها انا متاكد انها غادي تعجبكم وما غاديش تستغناو عليها. بالنسبه للكيش تقريبا دوز 4 ساعات في الفران، ها هو راه محمر وكيشهي، واحد الريحه طالعه منه راه ما نعاودش لكم، راه يا سلام، ضروري انكم تجربوه وتردوا عليا لانه فعلا راه غادي يعجبكم. انا غادي نقطع فعلا معكم واحد الطريف باش تشوفوا كيفاش كيجي من الداخل. راه كيجي لذيذ بزاف، كيجي فيه الدجاج، كتجي فيه ديك الشامبينيون، كيجي الصراحه اكثر من رائع. راه عندي بزاف ديال الوصفات ديال اللي كيش، الا بغيتوني انني نحضرهم معاكم خليوها ليا في لي كومونتير. العصير ديالنا ها هو حتى هو راه خليته يبرد، الصراحه جا اكثر من رائع وصحي، وغادي ينفعكم بزاف في الشهر الفضيل. لاصوب ديالنا حتى هي راه جات اكثر من رائعه. تقدروا تضيفوا لها اضافات مثلا اللحوم، مثلا فواكه البحر، راه كتجي لذيذه بزاف، كتجي خفيفه وما ثقيلاش. نتمنى ان حلقه اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وكنضرب لكم موعد في الحلقه المقبله ان شاء الله.